السلام عليكم، معاكم طارق البدري. ان شاء الله هنعمل فيديو جديد هنشرح فيه مكونات العربيه، فهنبدا جزء جزء. لما بدات بفيديوهات الصيانه وبدات بالسنسور، احد المتابعين قال لي عايزين نعرف مكونات العربيه الاول قبل ما نبدا في الصيانه، وهو كلامه مظبوط. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن منظومه الكهرباء في العربيه. هنبدا اول حاجه في منظومه الكهرباء بالدينامو. تابعوني بعد الفاصل. في الوقت الحالي التكنولوجيا كل يوم عماله تتطور، والسنسور بقت بتزيد في الموتور بتاع العربيه. يعني اغلب اجزاء العربيه بقت داخل فيها مكون كهربائي. الفكره كلها هنا لازم تبقى عندك ضفيره العربيه سليمه. الضفيره دي تعتبر الجهاز العصبي للعربيه. سنسور العربيه تبقى عندك مظبوطه. تاني حاجه الفولت بتاع الكهرباء يكون مظبوط وثابت. فعشان الحاجات دي تبقى مظبوطه لازم تبقى عارف اساسياتها وماشيه ازاي، ولو الفولت قل ايه اللي بيحصل، ولو الضفيره فيها مشكله ايه اللي هيحصل. النهارده هنبدا بالدينامو زي ما ذكرنا في المقدمه. الدينامو العربيه هو اللي مسؤول عن انتاج الكهرباء داخل العربيه. يعني العربيه في حاله سكون خالص والموتور مبطل، بيبقى المصدر الوحيد للكهرباء البطاريه. البطاريه مجرد الصبح بتدور العربيه، تدويره العربيه ديت اللي هي المارش يلف ويحرك ترس الفلام فيحرك عمود الكرنك، وابتدي البساتم تتحرك، فالشوط الانضغاط وشوط الاشعال يطلع، والموتور يبتدي يعتمد على نفسه بعيد عن المارش. بيبقى البطاريه فقدت جزء من شحنتها. الدينامو بيشتغل اول ما الموتور يشتغل. الدينامو بيعتمد، حركه الدينامو بتعتمد على حركه عمود الكرنك، ان هو اللي بيلف المبينه بتاعه الدينامو عن طريق السير، سير مجموعه او سير خاص بالدينامو لوحده. في الوقت ده الدينامو هو اللي بيبقى قايم بحمل العربيه بالكامل ككهرباء، وهو المسؤول ان يرجع يشحن البطاريه تاني لحد ما البطاريه توصل للشحنه بتاعتها وتخرج من الدايره خالص. في الحاله دي الدينامو هو المسؤول عن الطاقه في العربيه كطاقه كهربائيه. الدينامو بيطلع فولت كام؟ المفروض ان الدينامو يطلع معاك من 13.9 لحد 14.5 على حسب نوع العربيه، لان بتفرق من عربيه لعربيه. على سبيل المثال في الرينو اللي معايا بتبقى من 14 1/10 13.9. في الحاله دي بيبقى الدينامو شحنه مظبوط للبطاريه وشحنه مظبوط لباقي العربيه. هل الدينامو ليه قدره؟ الدينامو ليه قدره الدينامو بتتحسب بالامبير اللي هو الجهد. فكل عربيه الدينامو بتاعها ما ينفعش يركب على عربيه ثانيه، يبقى كل دينامو بيبقى ليه الجهد بتاعه. على سبيل المثال دينامو عربيه 1600 سي سي فيها انظمه كتير، فيها تكنولوجيا كتير، بيطلع امبير عالي، غير دينامو مثلا عربيه زي سوزوكي ماروتي، عربيه على قد حالها وصغيره 2 سلندر، الكهرباء بتاعتها عاديه جدا. عمر الاثنين ما يبقوا بنفس الجهد، انما الاثنين يطلعوا نفس الفولت. في فرق بين الفولت والجهد. يعني انا معايا 12 فولت بس ما يقدرش يشيل لمبه كبيره، ومعايا 12 فولت يقدر يشيل لمبه كبيره. دي الفكره من الجهد، من الحمل بتاع الدينامو. ما ينفعش يبقى انا عربيتي مثلا بتخرج قدره معينه من الامبير وراح حاطط عليها احمال زياده، اجيب عده صوت كبيره، احط لمبات زينون عاليه تسحب امبير عالي، كل دي احمال واجهاد على الدينامو. يبتدي ياثر من عمره الافتراضي ويبتدي اعطاله تزيد. طب الدينامو ده بينتج كهرباء ازاي؟ الموتور العادي، موتور الكهرباء العادي اللي هو مثلا اللي بنستخدمه في المنازل عندنا يطلع لنا الميه في الادوار العاليه، ده بياخد طاقه كهربائيه عشان يطلع طاقه حركيه. فانت بتديله كهرباء عشان تاخد منه حركه ميكانيكيه. دينامو العربيه العكس، بياخد حركه ميكانيكيه عشان يخرج قصادها طاقه كهربائيه. عن طريق ايه؟ عن طريق الموبينه والستيتور. الموبينه بتلف داخل الستيتور عن طريق حركه عمود الكرنك، بيحصل مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي بيطلع بعد منه مجال كهرباء. طب الدينامو هنا لما بيجي بينتج كهرباء اي سي ولا دي سي؟ بينتج كهرباء اي سي، تيار كهربائي نفس الموجود في المنازل. فده ما ينفعش في العربيه. العربيه بتشتغل بتيار مستمر اللي هو الدي سي. طيب انا عشان احول من اي سي لدي سي انا محتاج
قطعه اسمها قاعده السيليكونات. القطعه دي هي المسؤوله عن تحويل من اي سي لدي سي. طيب انا دلوقتي بقى عندي على العمود بتاع المبينه كهرباء. الكهرباء دي عشان ادخلها للدايره بتاعت العربيه او انقلها للاسلاك، المبينه في حاله حركه، دايره على طول على حسب سرعه عمود الكرنك بتاع العربيه، فمش هينفع يبقى توصل فيها اسلاك. فعشان انقل كهرباء من عمود الاداره او من على المبينه لضفيره العربيه، ده عن طريق الشربون. الشربون بيبقى ملامس للعمود، قافل على العمود وهو بيلف بيبقى عامل احتكاك بينه وبين الشربون. الشربون ده عباره عن كربون. الكربون ده موصل جاد للكهرباء، فبياخد الكهرباء من على العمود بتاع المبينه يدخل على الريجليتور. لازم يخش على الريجليتور الاول. ايه هو الريجليتور ده؟ منظم الجهد. العربيه دلوقتي وهي ماشيه، انت واقف على اسانسيه، سرعه العربيه بتبقى عدد لفاتها قليله، غير لما تبتدي تتحرك، غير لما تمشي على سرعات عاليه. لو انا فضلت ماشي على سرعه عاليه، عدد لفات المبينه بتبقى اسرع، فبالتالي هتنتج كهرباء اعلى. انا لو ما فيش منظم الجهد او الريجليتور ده موجود، الكهرباء هتطلع الفولت فيها عالي جدا وممكن تولع في ضفيره العربيه. فالريجليتور ده دوره مهم جدا. في ناس بتقول عليه كتاوه الشحن. ده دوره ان هو ينظم الجهد، يخلي لك التيار دايما ثابت على 14.1 14.2 او 13.9، يفضل الفولت ثابت معاك على طول. ده ملوش علاقه بعدد لفات الدينامو او عدد لفات الموتور. كده احنا متفقين. خرجنا الكهرباء بتبقى عباره عن مسمار 13 بيطلع منه كابل عمومي يروح لحد البطاريه، والدينامو واخد الارض بتاعه من جسم الموتور. يعني هو دايما مربوط في جسم الموتور، وجسم الموتور واخد ارضي من البطاريه. سلك في حدود ال 10 مللي او اكتر بيبقى مربوط في الدينامو رايح لحد قطاش البطاريه الموجب. كده فهمنا ايه هو الدينامو وايه هي وظيفته في العربيه. طب ايه هي الاعطال اللي بيترتب عليها ان الدينامو مش مظبوط او مش شغال؟ في فيشه بتبقى موجوده على الدينامو من فوق، دي مربوطه بالملف بتاعه. لو الدينامو الشحنه فيه قليله او الخارج بتاعه قليل، يبتدي ينور لك لمبه البطاريه في طابلوم العربيه. لما تلاقي لمبه البطاريه منوره، دي مش معناه ان البطاريه فيها مشكله، دي معناها ان الدينامو شحنته قليله. الشحنه في البطاريه قليله، ده سبب الدينامو. ودايما بتلاقيها باللون الاحمر. انت عندك الانوار التحذيريه في الطابلوم احمر وبرتقاني واصفر. لمبه الاعطال بتاعت الكمبيوتر دايما باللون الاصفر، اللي هي بتبقى اعطال سنسور. دي مش هتوقف العربيه او مفيش فيها مشكله، يعني انت ممكن تمشي واللمبه منوره. انما اللون الاحمر لازم تقف، مفيش فيها كلام. لمبه البطاريه هتلاقيها باللون الاحمر، لمبه الحراره هتلاقيها باللون الاحمر، لمبه الفرامل هتلاقيها باللون الاحمر اللي هي لمبه الهاند بريك، وبتبقى برضو مربوطه بالغطاء بتاع سائل زيت الفرامل. لو نقص بينور لك نفس اللمبه بتاعت الهاند بريك. فهي لمبه الدينامو باللون الاحمر، فمعناه انك انت تقف، اللي هي لمبه البطاريه. تمام. ادي كده اول عطل بيظهر لك في العربيه. طب ايه الاعطال الخبيثه اللي الدينامو بيطلعها لك؟ الدينامو لو مطلع فولت قليل بس اكتر من المسموح بيه ان هو ما ينورلكش لمبه البطاريه. خد بالك من الجزئيه دي. الدينامو احيانا مثلا العربيه عندك 14 فولت، تلاقيه مطلع 13.4 13.5. في الحاله دي لمبه الدينامو مش هتنور عندك في الطابلون، بس هيعمل لك مشاكل كبيره في الباقي. سنسور العربيه، شغال كله بنظام المقاومه المتغيره. الكمبيوتر بيبعت فولت معين للسنسور، المفروض الفولت ده يرجع له تاني فيدباك، يجي له فيدباك من السنسور. لو الفولت قل عن قدر معين، يبتدي ينور لك لمبه الاعطال في الطابلون، الكمبيوتر يتعامل على ان السنسور ده فيه مشكله. فالدينامو لما طلع فولت قليل، الفولت الكمبيوتر اصلا هيخرجه قليل، لان المصدر بعته قليل، هو هيبعته قليل، فالفولت هيجي له اقل من اللي هو بعته، هيعمل لك اعطال ومشاكل في العربيه. في ناس كانت بتشتكي ان عندها استهلاك بنزين، دايما العربيه بترتل في الدايق وهي واقفه، دايما في دخنه سودا خارجه، يروح يجري على حساس الشكمان، يجري على حساس الماب، يجري على كذا سنسور في العربيه، وجهاز كشف الاعطال يدي له كذا سنسور، ودماغه ما تجيبوش انه يروح يقيس البطاريه ويشوف الشحنه كام. فده برضو عيب خبيث الدينامو بيطلعه.
من الحاجات اللي تعمل لك مشاكل سير الدينامو. سير الدينامو في عربيات بيبقى الدينامو ليه سير لوحده وبرجلاش لوحده، وفي عربيات بيبقى في حاجه اسمها سير المجموعه. سير المجموعه لو مرخي بتعرفه ازاي؟ الصبح بدري وانت بتدور العربيه لو سمعت صوت صرخه سيور، تبقى صوت صرخه مش تصفير، لازم تراجع السير بتاعك. هل السير عايز يتغير؟ هل السير مرخي؟ هل الطنبوره اللي بيلف عليها السير فيها مشكله؟ لازم تراجع عليه، عشان خاطر كده عدد لفات الموتور بتبقى قليله. لما عدد لفات الموتور قليله بينتج طاقه قليله، يبتدي يعمل لك المشاكل دي او ينور لك لمبه البطاريه. فانت لازم تتاكد ان السيور عندك مظبوطه ومشدوده صح. اذا كان سير المجموعه تراجع على بليه الشداد، او لو سير منفصل تراجع على الرجلاج بتاعه. فدي كده كل حاجه بترتب عليها الدينامو. ان شاء الله حلقه تانية هنتكلم على البطاريه وعلى الخرافات بتاع تصليح البطاريه اللي اتعمل عليها فيديوهات كتير كانت الغرض منها المشاهده. هنعمل فيديو عن علبه الفيوز ومشاكل علبه الفيوز. هنعمل فيديو ان شاء الله كل ده بامر ربنا عن ضفيره العربيه اللي هو الجهاز العصبي للعربيه، لان في عربيات بتتشال على ونش وفي ناس بتغرم فلوس كتير جدا على عيوب تافهه في قلب الضفاير العربيه. هناخدهم كده بالتفصيل، نخلص باذن الله المجموعه دي، نبدا نشرح في السنسور، بعد كده نبدا نشرح في الاجزاء الميكانيكيه. فده بناء عن طلب احد المتابعين ربنا يجازيه خير، قال لي عايزين نفهم الاول المنظومه او ايه اللي تحت الكبوت قبل ما نتكلم في عطل. وخصوصا اخواتنا السيدات، لان هم بيقعوا في مشاكل كتير مع العربيه بتبقى اعطال تافهه جدا. فده كان كل حاجه عن فيديو النهارده. لو حابب اكمل في السلسله بالطريقه دي برضو اكتبوا لي في التعليقات تحت، عشان خاطر نبقى متجاوبين مع بعض ونقدر نفيد بعض. برضو ما ننساش القناه الكبيره، اسيب لكم اللينك بتاع صندوق الوصف، فيها برضو فيديوهات كتير للصيانه وتقييمات العربيات. لو انت حابب تبص عليها هسيب لك اللينك بتاع صندوق الوصف. ليك استفسار سيبوا لي في تعليق وان شاء الله ارد عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.